بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتنا. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله طريقه باش غنقليو الحمص. غادي نحتاجو كامله، غادي نحتاجو غربال، شبكه واسعه، غادي نحتاجو بانيو، غادي نحتاجو ايضا واحد مرسو تاع كونتر بلاك، وفي الاخر غادي نحتاجو ملحه. ثم غادي نهز الحمص وغنديرو في الماء لمده 45 دقيقه. بالنسبه للصوجه هي نفس الطريقه، ولكن هي كنديروها في الماء لمده 15 دقيقه. من بعد ما دازت 45 دقيقه غنخليو الرمله حتى تسخن مزيان، وغادي نبداو في عمليه القلي. غنقوم بالتحريك بهذه الطريقه، غنستمر في التحريك. هنا غنستمر بهذه الطريقه، دائما كنحرك تقريبا لمده 7 دقائق، وتكون النار مجهده. نحاولوا تكون النار مجهده مزيان باش يطيب لكم دغيا. ملي نسمع ان الحمص بدا كيصدر اصوات، هذه علامه باللي لانه طاب. في هذه المرحله خصني نرد بالي باش ما يقصحش ليا بزاف عاوتاني. مره كتاخذوا حبه وكتجربوها حتى تحصلوا على المذاق اللي بغيتو نتوما. من بعد ما طاب الحمص بنفس الطريقه اللي استعملت في الفيديوهات الاولين ديال الزريعه وديال الكاوكاو، غادي نغربل هذا الخليط باش نحيد منه الرمله. حاولوا هنا يكون الغربال غليظ بزاف والرمله رقيقه باش تخرج لكم دغيا. هنا من بعد ما عزلت الرمله على الحمص غنخويه في واحد البانيو في شي اناء، ثم غادي نهزو الماء المالح اللي كنت وجدت، ثم غنخوي عليه واحد شويه فقط باش يتبخر دغيا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب ليصلكم كل جديد، وانتظرونا في الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bitte?